تونيزيا. تابعنا القرعة وشفنا معناتها احنا مع بلجيكا وانجلترا وبنما، يعني جروب ماهوش سهل لكن نفس الوقت ماهوش صعيب برشا. تو نحضروا ان شاء الله في الكاس العالم، ان شاء الله كلوا جاهزين وان شاء الله نحققوا 100 توانسه الكل ونترشحوا للدور الجاي. اكيد ماشيين بعزيمه ان شاء الله، نعرفوا الشعب الكل ورانا والشعوب العربيه الكل ورانا ان شاء الله، عازمين باش نعملوا مباريات كبيره ونعرفوا جينا مع فرق معناها محترمين جدا، وان شاء الله نحن نكونوا في المستوى ونقدموا اللي علينا كل مباراه ونعطيوها الحق نتاعها، وان شاء الله بقدره ربي يعني نحققوا الامنيه توانسه الكل ونترشحوا للدور الثاني. هذا كاس العالم كنا نعرفوا من الاول فما 32 منتخب اللي هما من اكبر منتخبات العالم. الحمد لله قرعه باهيه ان شاء الله، ماتشات كبار تسنى في المنتخب التونسي، سورتو ماتش بلجيكا وانجلترا ان شاء الله نكونوا حاضرين. المهم نوريو كرة باهيه، نوريو انضباط تكتيكي كبير، ومازال بكري على الحديث على المونديال ان شاء الله. نتمنى حظ موفق للمنتخب التونسي والباقي المنتخبات ان شاء الله. كما قلت قبل على كاس العالم تصورش فما باش تطيح في مجموعه سهله، اسامي كبار، لازم تو ندرسوا المنافسين كما يلزم، وخاصه نخدموا كما يلزم في الفتره هذه، خاطر باش نلقاو معنا مستوى عالي جدا. لازم نخدموا باش نخلطوا للمستوى هذاك. ان شاء الله المنتخب يمشي لتونس ويشرف تونس ويشرف العالم العربي ان شاء الله. ما كناش نستناو في مجموعه سهله، خاطر منتخب مشارك كاس العالم تصور معنا عنده تقاليد كبيره وعنده امكانيات كبيره، لازمنا نحضروا كما يلزم ونخدموا على روحنا. صحيح مجموعه جات نوعا ما صعيبه شويه، ما حقيقه الميدان حقيقه اخرى. في المجموعة السابعة يبدو أن رجال نبيل معلول يمتلكون أيضا فرصة ضئيلة في مجموعة تجمعهم بالقويين البلجيكي والإنجليزي والمتأهل في الملحق المنتخب البنمي. نصور قرطاج يشاركون للمرة الخامسة في المنافسات العالمية ويسعون لمشاركة مشرفة في روسيا. كانت هذه نتائج قرعة مونديال روسيا 2018 التي تشهد أكبر تواجد عربي ب4 منتخبات لأول مرة في تاريخ المونديال. نتحدث إذن عن المنتخبات العربية المشاركة في هذا المونديال، والبداية سوف تكون مع المنتخب التونسي. بعيد على يعني التوقعات يعني المحتملة بالنسبة للمباريات بعد 7 أشهر، بالتالي فالمنتخب التونسي ممكن أنه يكون في المستوى، يكون في حالة جيدة على مستوى الاستعداد، على مستوى التهيئ بطريقة أفضل، وبالتالي فممكن المنتخب البلجيكي بالنسبة لي هو المنتخب الأقوى بحكم العناصر الموجودة، بحكم التألق من خلال السنوات الأخيرة بالنسبة للمنتخب البلجيكي. تبقى المباراة الثانية بالنسبة لي أقل صعوبة هو المنتخب الإنجليزي، ولكن كما قلت لك الجاهزية. لكن عندما نتحدث عن المنتخب الإنجليزي خط هجوم قوي، يعني هاري كين، راشفورد، يعني ما شاء الله أسماء كبيرة. ولكن المنتخب الإنجليزي من خلال السنوات الماضية أو المشاركة المنتخب الإنجليزي لم تكن في المستوى المطلوب، دائما يظهر بمستوى متواضع، لكن يبقى بالنسبة المنتخب التونسي أن يكون مستعدا بشكل أفضل وأحسن، وبالتالي فبالنسبة لي المنتخب البلجيكي هو الأصعب لما يتكون من تركيبة بشرية قوية، عناصر مميزة. قدم في النسخة الماضية على مستوى كأس العالم بالبرازيل يعني مستوى طيب، وبالتالي فأعتقد بأن المنتخب البلجيكي أفضل بكثير بالنسبة لي مقارنة بالمنتخب يعني إيدن هازار، يعني مهاجم تشيلسي الإنجليزي، يعني حتى بلجيكا فيها لاعبين من الطراز الرفيع. بالفعل فالمنتخب البلجيكي كما قلت الان يضم عناصر ممتازه، ميرتنس، اللاعب هازار، لاعبين يلعبون في اقوى الانديه الاوروبيه، يقدمون مستويات جيده. شاهدنا حتى المنتخب البلجيكي على مستوى الاقصائيات كان في المستوى العالي، وبالتالي فبالنسبه لي المنتخب البلجيكي سيكون اقوى بالنسبه لمنتخب هذه المجموعه بالاضافه الى المنتخب الانجليزي. لكن بالنسبه لي المنتخب التونسي ممكن انه يكون افضل، عنده تجربه على مستوى المشاركه في كاس العالم السابقه، وبالتالي اعتقد بان الجاهزيه المنتخب من الناحيه الفنيه من الناحيه التكتيكيه هو الاهم.
يجب التعامل مع المباريات، خصوصا المباراه الاولى. نعرفوا في كل كاس العالم اهم شيء هي المباراه الاولى. المباراه الاولى ممكن هي اللي تعطي الدافع المعنوي القوي لكل فريق. اذا استطاع المنتخب التونسي ان يفوز او يتعادل في المباراه الاولى، ممكن انه يستمر في المباراه الثانيه بشكل افضل، وعنده الحلقه الاضعف اللي هو مباراه بنما. عنده في المباراه الاخيره ممكن يتحكم فيها، ممكن يفوز فيها، وتكون هنايا مقارنه بالمباريات السابقه امام المنتخب لا البلجيكي ولا الانجليزي. نعم. يجب التعامل معها بشكل جيد. وعندهم البوان نتاعهم، وباذن الله نترشحوا باذن الله. بلجيكا معناتها ماهيش الانجلتير، هي معناتها كان فما حاجه مع الانجلتير، اما باذن الله نول والاخرين باذن الله نرفعوا. خويا فرحان ومش فرحان، المجموعات كل صعاب، اما اللي يحب يمشي التور الثاني يلزموا يربح كيبه كبيره، يلزموا في الهستوريك بتاع كاس العالم. الكيبات اللي تعدت للدور الثاني كلها ربحت كيبه كبيره، ابار بنما يلزم نحيو طرح من الزوز طرح الاخرين نتعداو. تنجم تنحي طرح كبير تتعدى، ما تنجمش كا. انجلترا ما عادش نفس الفريق اللي نعرفوه من قبل، لعبنا له قبل وكان في احسن مستواه من هذايا. نتصور في المجموعه نتصوروا نجموا مقابل التعادل نجم نكونوا في مستوى الفريق القومي. يجي بعدها المنتخب البلجيكي اللي على الورق اقوى منا برشا في العشرة منتخبات الأولانيين. إن شاء الله تعادل مع إنجلترا نتصور، ثم انتصار مع بنما يحل لنا أبواب ترشح الدور الثاني.